السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم؟ أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا طيبين. أهلا بكم في قناتي، قناة الفداء، ويلا نبدأ. طبعا اليوم هنعمل لكم وينة بطريقة جديدة، أول مرة نعمل هذه الطريقة في القناة. كل اللي نحتاج بالوينة هذا عطرون والأنبونو ورشة ملح، خميرة وسكر، وكمان نحتاج ملعقتين تقريبا من الدقيق، و3 كاسات من دقيق الدخن. يلا نبدأ. نضيف كل المقادير مع بعض ما عدا العطرون، ونقلبهم ونحط الموية. أهم شيء ما نحط موية كثير ويصير مرة سائل، وفي ذا الوقت نحط موية دافية في العطرون نخليه ينقع شوية. وبعد ما خلطتهم دحين أغطيه وأخليه تقريبا ساعة لأنفيله خميرة. انتوا بمجرد ما تخلوه مكان دافي بسرعة يخمر، وكذا بعد ما خمر شوفوا كيف قلبنا وحطيت العطرون اللي نقعته. وبعد ما تم خليط الويناء أسخن الطاوة، وبعد ما سخنته لازم أحط زيت في الطاوة، وبعدين أحط الخليط. إذا حابين تخلوه سخيف كده عادي، وإذا حابين تسووه عريض كمان عادي زي ما انتوا تحبوا. شوفوا هذا دحين سخيف، ما هو عريض مرة. لا تنسوا تشتركوا في القناة والإعجاب وتكتبوا لي كومنت لطيف حلو زيكم يسعدني، وصلوا على النبي اللهم صل وسلم عليه. ويلا نكمل. وكذا بعد ما خلصنا كل الكمية شوفوا كيف الشكل. يا سلام يا سلام، صراحة شكله ولونه خرافي، ولا أحكي لكم عن الطعم، مرة شي يجنن ما شاء الله تبارك الله. أتمنى إنكم كلكم تسووه. وصلوا على النبي اللهم صل وسلم عليه. انتظروني بفيديو جديد. مع السلامة.